يعني حضرتك عايزه مرهم للحروق؟ بسم النبي حرصك. لا، ما انا رحت سالت سلفتي جمالات، قالت لي بنت خديها لي معجنيها له كده هو الشين بسيجنال، والله خف وبقى زي الفل. طب الحمد لله ان ربنا شفاها. حضرتك محتاجاني انا في ايه؟ ما انا هفهمك. اصل انا حماتي من ساعه ما شافت ابنها كده فقراتها لزقت في بعض، ومن ساعتها وهي لازقه في السرير. يعني حضرتك عايزه مسكن لالام الظهر؟ اسكت. مش انا اتصلت بجمالات تاني وقالت لي بنت خدي لها وشين مرهم ون وهي هتبقى زي الفل، وبقت زي الفل فعلا. يخرب بيت ايامك انت وجمالات. وايه اللي حصل بعد كده؟ ما هو انا بقى العيال من ساعه ما جم المدرسه انا بقتش عارفه اراعي ده ولا ده ولا هشك ده ولا اعمل ايه. انا تعبت يا دكتور والله تعبت. ايوه حضرتك، انا وظيفتي كدكتور اعمل لحضرتك ايه؟ انا هفهمك. اصل انا امبارح كان عندي الضغط فاخدت برشامه البرد بقيت زي الفل، كلت مسقعه جاي امساك. حلو، عايزه دواء للامساك؟ لا، ما انا بقيت زي الفل، بس اسناني بقى قامت عليا قمت قرشالي حتتين قرنفل بقيت زي الفل. عايزه مسكن لالام السنان؟ لا، انا عايزه اصبغ شعري. يعني حضرتك بعد كل ده عايزه تدلعي يعني؟ ايوه يا دكتوره دلعني. انا عايزه درجه راس البت جمالات سلفتي. بص، هي كانت جايبه جرانيت مش فاكره كان اسمها ايه الصبغه بصراحه، بس انا عايزاها. هدور هتلاقيها. اتفضلي. الكوافير على اول الشارع، ما اشوفش وشك هنا تاني. الباب بتاع حضرتك. هات لي بيها لباليبو. انا فهمت الدماغ دي، انت قصدك لابيلو صح؟ ايوه يا اخويا هو. اطلعي بره. لو سمحت يا دكتور كنت عايز كيس الجن. لا والله حضرتك عندنا شخير عفريت، هتلاقيه عند العطار اللي على اول الشارع. هنهزر مع بعض ولا ايه يا دكتور؟ هي علبه بيضه كده وفيها خط ازرق. يا دكتور افهمني، هو حاجه بتاعت مغص، انت اكيد عارفها يا هنا. رب صبرني. حضرتك تقصد ده؟ ايوه هو ده. فيسرال جين بقى فيسا الجن. كنت عايز المره